الفيلم كيبدا براين اللي داخل واحد السوبر مارشي باغي يتقدى لبنته واحد الهديه حقاش اليوم هو العيد ميلاد ديالها. بنته عزيز عليها داكشي ديال الموسيقى، داكشي علاش فكر بانه ياخذ لها يا اما شي ميكروفون يا اما شي جيتار. خاد الهديه دار ليها البابي كادو، مني سالق مشى عندها القصر فين ساكنه، هي ما ساكناش معاه حقاش هو والام ديالها مطلقين. تلاقى مع الام ديالها سلمات عليه ولكن ما عطاتوش وقت. قال لها فين هي بنتي؟ بغيت نعطيها الهديه ديالها. قالت لي غير خليه هنايا وسير. قال لها لا ما يمكنش، انا بغيت نعطي الهديه لبنتي بالايد ديالي. تلاقى مع بنته تعانق هو وياها وهو يقدم لها الهديه ديالها. اما الراجل ديال الام ديالها جاب لها واحد الهديه قال لي غاليه، هي عباره عن حصان كلشي عجبو الحال فاش شاف العود. سالاو الحفله، براين رجع للدار. هو يجي عنده واحد الصديق ديالو بغاو يحتفلوا كاملين، ولكن في الحقيقه هو جايب ليه واحد المهمه. حنا غادي نعرفوا براين بانه كان خدام مع المخابرات، ولكن تقاعد. صاحبو جا عنده قال لي شوف غادي نطلبك واحد الطليبه، غتمشي دير معنا واحد المهمه وهذه هي اخر مهمه. براين بطبيعه الحال وافق، والمهمه هي انهم غادي يحميو واحد المغنيه اللي مشهوره، لا شي واحد يبغي يتعرض ليها او اللي اديه. وداك الشيء اللي كان براين كان هو الحارس الشخصي ديال هذه المغنيه هذه. قبل ما يطلعوا لاصين براين قال للمغنيه خاصك ضروري تبقاي حدايا باش نقدر نحميك، وباقي ما سالاش الهضره حتى تحل واحد الباب ودخلوا منه الجمهور. هنا براين قال للمغنيه تبعيني. بداو غاديين بالتخبيه حتى خرج ليهم واحد المعجب، ولكن هذا المعجب كان باغي يقتل المغنيه. براين دخل حقاش هو عنده بزاف المهارات وقدر ينقذ المغنيه. ركبوا في الطوموبيل ومشاو هربوا، مشاو لواحد لوطيل. هنا فين جات عنده المغنيه وشكراته بزاف وقالت لي هاد لاكارت فيزيت راها ديالي فيها الرقم الشخصي ديالي. هنا فين قال لها براين راه حتى انا عندي واحد البنت، وهاد البنت الحلم ديالها هي تولي مغنيه. هنا الفنانه ديالو قالت لي الا بنتك كان عندها واحد الصوت زوين غادي نهضر ليها مع المدير ديالي وتقدر حتى هي تولي مغنيه. هنا براين فرح بزاف، والغد فين مشى تلاقى مع بنته باش يقول لها هاد المفاجاه اللي دار ليها، ولكن بنته صدمات بواحد القرار. قالت لي راني باغي نمشي نسافر مع الاصدقاء ديالي لواحد الدوله اخرى اللي هي باريس. هنا براين ما بغاش حقاش اول مره بنته غادا تسافر غير بوحدها وباقي ما فاتش السر القانوني ديالها. في الاول ما بغاش يوافق ولكن قنعات وقالت لي شوفي اما تخليها تسافر يا اما ما تبقاش هضر معك. هنا براين ما عندوش كيفاش يدير، ووافق على التسافيره ديالو، ولكن قال لبنته عندي واحد الشرط، غادي نعطيك واحد التليفون اللي غتبقاي تتصلي معايا فيه كل دقيقه وكل حاجه درتيها تقوليها ليا، هادشي حقاش انا كنخاف عليك. بنته فرحات ووافقات بطبيعه الحال، ولكن قبل ما يمشي شاف بنته هزه معاه واحد الخريطه، وهاد الخريطه هذه فيها بزاف ديال الدول. هنا فين نعرف بان بنته ما غاديش غير لباريس، غادي بزاف ديال الدول اولا غادي في واحد الرحله باش يزوروا بزاف ديال المناطق. ما بغى يقول لها والو ووافق على الرحله. سافرات هي وصاحبتها ماندا لباريس. ان في وسط المطار ديال باريس جا عندهم واحد السمسار كيسمسر في اي حاجه، ديور طاكسيات ترونسبور. زرب عليهم بالهضره قال لهم واش خاصكم شي دار؟ الدريات قالوا ليه لا الدار كاينه عندنا. قال لهم ماشي مشكل نقدر نوصلكم. وصلهم حتى للدار، ولكن قبل ما يمشي سولهم قال لهم واش جيتوا عند شي واحد او جيتوا غير بوحدكم؟ الدريات مساكن قالوا ليه الصراحه لا الدار خاويه حقاش الدار كيسكنوا فيها ولاد عمتي، ولكن ولاد عمتي مسافرين. انا بنعرف الدجاجه بكامونته. خلى الدريات حتى طلعوا للدار. هو يعيط لواحد صاحبه قال لي شوف راني لقيت لك واحد الهمزه، كاين واحد جوج دريات ساكنين غير بوحدهم. اما براين اتصل بالابنه ديالو قال لي علاش ما صونيتيش ليا مني وصلتي؟ قالت لي راني تشطنت مع السفر ولكن كون هاني كلشي مزيان. هو يقول لها ماشي مشكل دوزي ليا ولاد عمه الصديقه ديالك باش نهضر معاهم. وهي تقول لي شوف الصراحه ولاد عمه الصديقه ديالي ما كاينينش، ما بغيتش نقول لك الحقيقه حقاش عارفك ما تخاصم عليا وما تخلينيش نجي. وهي داويه معاه حتى غتشوف الصديقه ديالها غادي نهجموا عليها واحد جوج. بدات كتغوت وكتهضر مع الاب ديالها. باها قال لها شوفي غادي نوصيك اشنو غديري بلا ما تقاومي، هاد الشفاره هادو خليهم يخونوا، ولكن التليفون ديالك ما تقطعيش منه الاتصال، خليني نعرف كل حاجه ونعرف الصوت ديالهم، واي حاجه بانت لك قوليها ليا. داكشي اللي دارت بنته، اي تاتواج شافته كتقولوا لي وكتوصف لي حتى الشكل ديالهم واللغه باش كيدويو. هنا عرف الاب ديالها بان اللغه باش كيدويو هي الالمانيه. الاب ديالها جبد واحد لاباراي كتسجل المكالمات، وهو يقول لها تخبي تحت الناموسيه وما تبقايش تدوي. العصابه دخلت على البيت النعاس، بقاو كيقلبوا ما لقاوهاش. الابنه ديالو وهي تقول لي صافي راهم مشاو، ولكن هما سمعوها جروها من رجليها بدات كتغوت. هنا الاب عرف بانها بنته تخطفات. الاب ديك الساعه مشى للمنزل فين كتسكن بنته، وهو يقول للام ديالها فين هو راجلك حقاش راجلك انا عارفه كيخدم في العصابات ديال الروس، وهادشي اللي واقع دابا راه بسببه. طلع للبيت ديالها كيقلب على اي حاجه تقدر تعاونو باش يصيب الابنه ديالو. وهو كيقلب اتصل بالصديق ديالو، هو يصيفط ليه ديك التسجيل ديال المكالمه وقال لي خاصك تجيب لي ضروري اي معلومه على هذا التسجيل هذا. الصديق ديالو تم تكرم جبد لي جميع المعلومات على هذه المكالمه بان هاد الناس هادو انهم عصابه وكيتعتبروا من اخطر العصابات اللي كاينين في باريس، وانهم كيتاجروا في النساء. وهو يقول لي في الاخر بانك خاصك تنقذ بنتك قبل من 92 ساعه حقاش تقدر تتباع في اي لحظه. هنا براين قال الراجل ديال الزوجه ديالو السابقه خاصك ضروري تجيب لي طياره خاصه باش نسافر بها لباريس، وداك الشيء اللي كاين. ان فوصل لباريس مشى للشقه اللي كانت فيها بنته، بقى كيقلب وكيتخيل كيفاش تم الاختطاف ديال بنته. وهو يمشي تحت الناموسيه لقى التليفون ديال بنته، وهو يدخل البلاصه ديال التصاور بقى كيقلب حتى طاح في واحد التصويره اللي كانوا مصورين فيها بجوجات، ولكن في المرايه كيبان الشخص اللي صورهم. عرف وجهه وبقى كيقلب عليه. هو
ومشى للمحطه ديال المسافرين حقاش عرفوا كيدير هاد اللقطه لجميع الدريات اللي كيجيو من البلدان الاخرى. وهو يلقاه مني لقاه دخلوا بزز لواحد الطوموبيل بدا كيضرب فيه وقال لي فين هي بنتي، ولكن جا واحد الصديق ديالو اللي ضرب براين من اللور بقى كيتضارب معاه. فاش جا يقلب على الدري لقاه هرب، بقى تابعو كيجري ولكن للاسف دخل فيه كاميو وقتلو. براين مع خدام في المخابرات سابقا عرف المكان ديال هاد العصابه هادي، هو يدخل حتى لعندهم بقى كيقلب عليهم بدا كيتضارب معاهم بالقرطاس. واحد اللقطه غادي يشوف الجاكيطه ديال بنته كيحسبها بنته ولكن كانت لابساها واحد الفتاه اخرى. بقى كيسول فيها منين جاتك هاد الجاكيطه، واش ما كتعرفيش مولاتها؟ الدريه ما قدراش تجاوبو حقاش كانت تحت تاثير المخدرات. هز البنت وداها في الطوموبيل ولكن قبل ما يخرج بداو كيتضاربوا معاه. براين كيعرف شنو كيدير، ما شدوش ومشى للوطيل. بقى كيداوي في ديك الدريه باش ياخذ منها المعلومات. عيط لواحد البوليسي وحكى ليه الموضوع كامل، ولكن البوليسي قال ليه غنتلاقى انا وياك غدا في واحد الجرده. هنا براين عرف بان البوليسي يقدر يكون داير ليه شي فخ، وداك الشيء اللي وقع. البوليسي كان داير مع بزاف ديال البوليسي باش يشدوا براين، هو يهضر معاه في التليفون قال لي شوف غير سلم راسك حقاش انت حاليا دابا في باريس درتي لنا مشكل كبير وقتلتي 7 ديال الناس، والا ما جيتيش عندنا دابا شديناك راك غتزيد دير لنا المشاكل. براين ما تسوقش الهضره ديالو وقرر بانه غادي يكمل باش يقلب على بنته ويلقاها. رجعت عند البنت اللي كانت مريضه بالمخدرات، لقاها فايقه وهي تقول ليه كلشي وقالت لي حتى المقر فين كيكونوا العصابه. مشى لعندهم دار راسو بانه بوليسي ريح معاهم في الطابله، ولكن هو الهدف ديالو من هذا الشيء كامل كان باغي يعرف الصوت اللي كان داوي معاه في ديك لابيل. جبد لهم واحد الورقه مكتوبه فيها ثانكيو وقال لهم كل واحد فيكم يقراها ليا. بقاو كيقراوها فيها كاملين حتى وصل للصوت اللي كان كيسمع في ديك التسجيل ديال المكالمه اللي وصلاته. شدوق بدا كيعدف فيه مزيان حتى قال ليه المكان فين كاينه الابنه ديالو. فاش مشى لهذا المكان هذا لقى الصديقه ديال بنته ميته انها خالت المخدرات بزاف. هنا بدا كيتخلع براين كيحسب لي بنته بانها حتى هي تقدر تكون ميته. هو يرجع لعند البوليسي مشى عنده تخبيه حتى لدارو، ريح هو ويا فوق الطابله كيتعشاو. هو يقول ليه راني عرفت بان شي واحد معكم في البوليس كيعطي المعلومات للعصابه. هنا البوليسي دخلوا الشك، هو يقول لي غادي يمشي للمرحاض ورجع، ولكن هو مشى يجيب واحد الفردي. هو يجبدو على براين قال لي غتمشي دابا بحالك اولا غادي نديك للكوميساريه. براين ما خافش منه حقاش هو بدل المسدس بواحد خاوي وخاد هو العامر. البوليسي بغى يشري في براين ولكن ما لقاش الرصاص. براين شد المسدس هو يشري في الزوجه ديال الشرطي قال لي الا ما قلتيش ليا فين كاينه العصابه دابا غادي نقتل الزوجه ديالك. الشرطي ما صابش ما يدير وراه فين كاين بالضبط، عطاه الاسم ديال رئيس العصابه وعطاه حتى العنوان. مشى عندهم لواحد لوطيل، وهذا اللوطيل هذا هنا فين كيتباعوا وكيتشراو الفتيات. دار راسو انه غير واحد الزبون اللي جاي باغي يشتري، حتى بانت ليه الابنه ديالو. هو بدا يتضارب معاه ولكن واحد الشخص غفلو وضربو راسو حتى فقد الوعي ديالو. هو يسولو الرئيس شكون انت؟ براين قال ليه راه هذيك بنتي اللي باغا تبيعها. الرئيس العصابه قال ليه بنتك غير نساها حقاش بنتك باقا عذراء وغادي تجيب لنا بزاف ديال الفلوس وما يمكنش ليا انا بحال هاد التجاره هذه تضيع مني. هو يقول للعصابه قتلوه، هو يمشي ولكن براين عرف كيفاش يخرج منها سالك وبلا ما يموت. هو يتبعهم لليخت اللي كانوا غاديين يهربوا فيه، بقى كيتضارب معاهم بالقرطاس واخا جات فيه واحد القرطاسه في الايد ديالو والو ما استسلمش. هو ينقذ الابنه ديالو ورجعها حتى للدار ديالهم سالمه وما واقع عليها حتى شي حاجه. ومن داز واحد المده براين دار واحد المفاجاه لبنته، داها معاه ولقاها مع هذيك الفنانه المشهوره، وكانت هذه هي النهايه ديال الفيلم. الا عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك في القناه، كل نهار كيطلع فيلم مع التسعود. تهلاو.